بسم الله الرحمن الرحيم. من ملعب السلام الدولي بآخر شارع الحكمة، سعدنا ويشرفنا أن نلتقي بالكابتن الجميل، كابتن الموهوب، ومش عارف أقول إيه. بسم الله ما شاء الله. وهو صغير لعيب وهو كبير لعيب، بيطلبنا زي الفنانين. بالكابتن وليد. يا كابتن وليد، تقول إيه عن التجمع اللي عامله الباشمهندس عماد وكابتن فتح الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا بحب اشكر الناس كلها، كل الناس اللي جت في اليوم الجميل ده، وبشكر بالاخص الباشمهندس عماد عبد العزيز. راجل شخصيه انا كنت صراحه بعيد عنه، ما كنتش اعرفه، ان انا ما قربت منه صراحه. شخصيه هو انسان جميل، محترمه، وشخصيه جميله، وشخصيه كرويه زي ما انت عايز قول. سبحان الله، ربنا يكرمه صراحه، وربنا يجازيه خير على التجمع اللي بيعمله اسبوعيا ده. يعني كل اسبوع ما شاء الله بيعرفنا على ناس، في ناس احنا بقالنا كتير ما شفناهاش كتير، صح. هو بيجمعنا بيها صراحه. وطبعا برضو شايف ان برضو ان الناس اعلاميين، حضرتك ابراهيم، ربنا يعزك، كابتن عمر ابو شاهين، وكابتن مسعد، وكابتن احمد الشيخ، وطبعا ناقصنا محمود الخواجه، والناس المحترمه، وبندق، والناس الحلوه دي حبايب دي. فصراحه يعني انا مش عارف اقول ايه في الباشمهندس عماد. بيجمع كوكبه يعني اسبوعيا. ده طبعا مش في ملعب السلام بس، ده بيعمل الموضوع ده كمان في الملعب النزهه 3. فصراحه ربنا يجازيه خير صراحه على الحاجه الجميله اللي بيعملها دي صراحه. انا سعيد بيك يا كابتن. ده احنا بقالي فتره ما شفتكش. انت شرفتونا بصراحه، بامانه ربنا. ده الشرف لينا يا كابتن رمضان، شرفتونا والله في الترشيد في ملعب السلام. وانا بقالي كتير ما شفتش حضرتك طبعا، وانا مبسوط ان انا شفتك النهارده وشفت الناس انا اسعد والله يا كابتن. متشكرين كابتن وليد، متشكرين ابو كباتن. تسلم يا كابتن.